5 فنانين باعوا مصر وولادها عشان السعودية. مش بس كده، دول عملوا أزمة كبيرة بين البلدين. تعالوا نقول لكم حكايات نجوم خربوا الدنيا بسبب مجاملتهم للسعودية وشعبها. الفنانة الأخيرة مش هتصدقوا اللي قالته. بصراحة كده مش أحمد حلمي لوحده اللي دخل في ورطة بسبب السعودية، وده بعد ما اتريق على واحد مصري حضر مسرحيته وقال انت أكيد معزوم، وكأنه بيقول المصريين فقراء ومش لاقيين ياكلوا. تاني فنان بقى هو بيومي فؤاد، وأكيد كلنا فاكرين هجومه على محمد سلام لمجرد انه اعتذر عن مسرحية في السعودية. محمد فؤاد بقى في أول حفلة ليه في السعودية فضل يقول انتوا أعظم شعب على وجه الأرض، وده خلى المصريين يزعلوا منه وقالوا انه عمل كده عشان خد 5 مليون جنيه بالحفل. تخيلوا اغنية تعرف تتكلم مصري بقت تعرف تتكلم عربي. لطيفة اتعرضت لهجوم كبير من المصريين بعد ما